صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص برعاية الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلاف 433 226. مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا عبر التردد 103.5، للي عم يشاهدونا عبر صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستوديو الدكتور محمد علي حسين، اختصاصي بالجراحة العظمية أو ما يسمى بجراحة العظام والمفاصل. خلينا نبلش لقائنا بالترحيب مع ضيفنا الدكتور محمد علي ونقول له مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. مساء الخيرات، يا هلا بيك، أهلا يا عماد أنت ومستمعينك. شكرا لك دكتور. مستمعينا رح يكونوا معنا عبر الكنترول والبث المباشر زملائي بالكنترول شيرين ومروان. مثل ما ذكرنا أنه فيكم تنضموا لنا، برنامجنا هو برنامج طبي توعوي. فيكم تنضموا لنا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101 أو عبر الرسالة عبر الواتساب 093 82 80 81 4 على صفحتي الإذاعة، وعبر كومنت أي سؤال بيخطر على بالكم بما يخص الجراحة العظمية. أكيد رح نكون مسرورين لما بتأغنوا لقائنا يعني بأسئلتكم. رح نبدأ لقائنا اليوم، وموضوع يعني اخترنا موضوع مهم جدا كتير، بين قوسين اسمه هو داء النقرس. يا ترى شو هو، شو أعراضه، شو أسبابه، يعني كيف العلاج، والعديد من المحاور رح نناقشها مع ضيفنا الدكتور محمد علي حسين، اختصاصي بالجراحة العظمية. دكتور، بداية النقرس إشارة استفهام، شو هو؟ والنقرس هو أحد أنواع التهابات المفاصل. نعم. اللي تصير طبعا نتيجة ارتفاع حمض البول. نعم. فارتفاع حمض البول بالدم يؤدي إلى ترسب بلورات حمض البول في الأنسجة، وخاصة طبعا معظم الأنسجة، وخاصة أنسجة المفاصل، ما يؤدي إلى مشاكل مفصلية، التهابات، حرارة موضعية، تهيج، ألم، تحدث حركي. فالنقرس هو عبارة عن مرض التهابي مفصلي نتيجة ارتفاع حمض البول أو اليوريك أسيد بالدم. طبعا هو المرض أحد، مثل ما قلنا، أحد أهم أسبابه هو ارتفاع حمض البول بالدم. عادة يصيب بعض المفاصل، يختار مفاصل معينة، خاصة إبهام القدم. أيوة. إبهام القدم هو أكثر المناطق اللي ينصاب بداء النقرس. طبعا يمكن ينصاب مفاصل غيرها، بس الأهم هو الإبهام القدم. طبعا هو كان يسموه داء الملوك سابقا، لأنه عادة هذا المرض هذا يصير عند الناس اللي يتناولوا كميات كبيرة من اللحوم، خاصة اللحم الأحمر. أيوة. وقلة الحركة. فكان ملوك أيام زمان، تعرف أنت. كان يسموه داء الملوك، هو داء النقرس أو الجوت، بالأجنبي جوت اسمه. حلو كثير دكتور. آلية الحدوث هلا ضمن شرحك للموضوع أكيد يعني شرحت لنا إنه آلية الحدوث هو كيف بيحدث المرض يعني. آلية مثل ما قلنا هو ارتفاع حمض البول بالدم عن نسبة معينة، عن ارتفاعه، عن زيادة عن حاجة الجسم.
فالقسم الزايد عن حاجة الجسم يتحول إلى بلورات حمض البول. هالبلورات عم تترسب بأنسجة الجسم خاصة بالمفاصل. نعم. وتسبب لنا هالمشاكل الالتهابية والحرارة الموضعية والورم والألم. تماما. هاي آليتها. تماما. دكتور، الأعراض اللي عم تظهر على مريض اللي مصاب بداء النقرس شو هن العلامات يعني؟ أعراض في يمكن كثير من الأحيان مريض يكون عنده ارتفاع حمض البول ما تبلش عنده الأعراض. فالأعراض عادة ما تبلش من بداية ارتفاع حمض البول، يمكن تتأخر وتظهر فجأة. نعم. بألم حاد وألم شديد مع حرارة موضعية. نعم. مع تورم بالمفصل، مع احمرار وتهيج بالمفصل، تحدث حركة المفصل. هاي كلها من علامات نوبة النقرس. تماما. هاي. فكثير من الأحيان يعني ما إنه المريض تعمله تحاليل يطلع عنده حمض البول مرتفع بس ما بلش عنده المرض لسه. فكثير ببداياته فيظهر فجأة وببداية حادة. تماما. نعم. احيانا بيكون من باب الصدفه، يعني بيزور مريض عنده الطبيب فبيطلب له مجموعه تحاليل ضمنها يمكن يطلب له حمض البول، يعني يشك يعني يشوف عنده مرتفع حمض البول بس ما بدت الاعراض عنده لسه. اذا ما في مشعر ببدايته. هلا في كثير امراض من بدايتها بتبلش الاعراض هذا والعلامات يعني قد يكون مرتفع عنده فتره ويبلش فجاه. يعني مو شرط انه يكون مرتفع ويترافق مع الأعراض بنفس الوقت. تماما. لا. فينا نسميه هيك مرض صامت، يعني لا يتهيج أو هو تيظهر فيمكن مو من البداية يعني. نعم. نعم. أكيد. دكتور، الأسباب لا ضمن شرحك للموضوع إنه فهمنا إنه يعني نقاط رئيسية إنه شو هن الأسباب اللي تؤدي لهالحالة هاي. الأسباب هو يعني طبعا هو السبب الرئيسي هو ارتفاع حمض البول بالدم. يوم اللي يرتفع حمض البول بالدم في قسم منه طبعا يحتاجه الجسم، القسم الزائد عن حاجة الجسم يتحول إلى بلورات مثل ما قلنا ويترسب بأنسجة الجسم. يترسب بالكلاوي، يمكن يعمل بحصات كلية. تماما. حصيات كلية. يترسب بالمفاصل، يعمل التهابات مفاصل شديدة وحادة مع حرارة موضعية، مع احمرار، مع تورم. طبعا السبب حتى الآن السبب الرئيسي إنه ليش عم يرتفع حمض البول لهلا مو معروف. تماما. قد يكون نتيجة خلل استقلابي بالجسم. ممكن يعني تلاقي واحد مثلا اثنين واحد منهم يمكن يأكل لحم أكثر من الثاني. صح. وما ينصاب بالنقرس. الثاني يمكن أكل اللحم أقل بكثير من الأول. تمام. وينصاب بالنقرس. فقد يكون سبب خلل استقلابي بجسم الإنسان يعني. تماما. يعمل هالمشكلة هاي. أكيد. نعم. مثل كثير من الأمراض الثانية يعني ممكن مثلا لا التدخين هو متهم يعني دائما بموضوع السرطان. نعم. حتى يعني حتى هون عندنا بالنقرس يعني في شغلات نسميها عوامل خطورة. تماما. أو يعني نحكي عنها. نعم. أو عوامل مؤهبة للإصابة بالنقرس. يعني مثلا مريض السكري. تماما. مريض ارتفاع الضغط. تماما. مريض السرطانات. نعم. مرضى قصور الكلية. أيوة. فقر الدم. الناس اللي عندهم بدانة. تماما. الناس اللي عندهم تجفاف أيضا. الناس اللي يعني متعودين على التدخين. أيضا. المشروبات الكحولية. تماما. هاي من كلها من الشغلات اللي يعني نسميها نحن عوامل خطورة أو اللي تأهب للإصابة بمرض النقرس يعني. عندهم فرصة أكثر للإصابة. نعم. يعني. تمام. نعم. دكتور، التشخيص هلا المريض عم يزوركم بالعيادة، كيف التشخيص؟ شو الوسائل التشخيصية؟ وضمنها يا ريت نشرح للمستمعين أيضا إنه دائما المستمع مجرد ينذكر موضوع البول فإذا بيروح توجههم لأنه تحليل البول، ولكن هو لا، حمض البول هو تحليل آخر بينعمل هلا الدكتور راح يشرح لنا إياه. موضوع التشخيص. هلا التشخيص طبعا هو في هلا نجي سريريا يعني في أعراض وعلامات موضعية. مثلا المريض يشكي من ألم بمفصل معين، مثلا حرارة موضعية، لنفرض إبهام القدم في حرارة، في انتباش، في تورم، في احمرار. طبعا مو شرط الإبهام الوحيد اللي ينصاب، لا، يعني ينصاب عنق القدم، ينصاب الأصابع، ينصاب أحيانا الركب،
الركبتين ينصابوا ممكن. بس هو ابهام القدم هو الاكثر يعني. فهي الاعراض والعلامات المفصليه الموضعيه قلنا هو الترفع الحروري، الانتباج، الحراره الموضعيه، الوزمه. هلا الشغلات الثانيه مثلا تحاليل مخبريه عاده نطلب تحليل دم يوريك اسيد نعم. يكون مرتفع. في بعض الأحيان تحليل البول كمان يفيدنا يكون مرتفع كمان. نعم. الأشعة أحيانا تفيدنا كمان بالتشخيص، نشوف وضع المفصل شلون. تماما. يعني هل الالتهاب هذا يعني أثر على المفصل، عمل تخريب بالمفصل، لأنه قد أحيانا يكون مثلا مزمن. نعم. بقي فترة طويلة. أحيانا الإيكو يفيدنا كمان بإظهار الوزمة والهذا حول المفصل. هاي التشخيص يعني تماما يعتمد على الأعراض السريرية، على المخبر وعلى الأشعة والإيكو. دكتور هلا باعتبار في الإجراءات التشخيصية اللي يعني شوي أكثر تطورا مثل وهي متوفرة مثلا مثل الطبقي والرنين، ما يلزم هذا ما يلزم بهيك حالة ما يلزم. لا ما يلزم تمام. لأمور أخرى إذن بهالإجراءات البسيطة يعني تحليل الدم وتحليل البول، ويعني الواحد إذا راح يطمن على المفصل أكثر يعمل القصة السريرية المريض هو نفسه، القصة السريرية، الوضع اللي طبعا يعني شكل المريض، وضع المريض إذا كان مريض كحولي، مريض مدخن، مريض سمين، يعني هالأمور هاي، مريض قصور كلية، مريض ضغط، مريض سكري، نعم تماما، مسن، سرطانات، هاي يعني. تمام. دكتور هلا باعتبارنا هيك حكينا عن موضوع الفئات، عفوا جبنا سيره المسنين يا ترى داء النقرس بيصيب بالفئات العمريه الشابه، المسنين، الكهول، ولا الجنسين؟ هلا الفئات العمريه طبعا ما يصيب الاطفال، بس بالعاده يعني من الشباب وانت طالع يصيب كبار السن، يصيب الشباب عادي يعني. وبالنسبه للجنس يعني في دراسات عم يقولوا انه نسبة الإصابة بين الرجال أكثر من النساء، حتى يعني عمر سن اليأس عند النساء. تماما. بعد هالعمر هذا يعني عم يقولوا انه في تساوي بالإصابات. طبعا نرجع نقول انه مثلا يعني المدمنين على شرب مشروبات الكحولية، نعم، المخدرات، هذول يعني هاي النسبة، هاي يعني مؤهبة، هاي يعني هالفئة من الناس ينصابوا أكثر من غيرهم. تماما. حابب أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا عبر التردد 103.5، أنتوا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا من إذاعة بوير اف ام، بالاستوديو الدكتور محمد علي حسين، اختصاصي بالجراحة العظمية. اليوم عم نحكي عن موضوع داء النقرس، شو هو، شو الأعراض، شو العلاج، والعديد من المحاور ناقشناها، ولسه في معلومات لسه ضلت. أكيد رح نكون مسرورين لما بتنضموا لنا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101 أو عبر رسالة عبر الواتساب 093 82 80 81 4 على صفحتي الإذاعة وراديو بوير وبوير عربي. نوجه تحية لجميع اللي عم يبعثوا لنا سلامات، أكيد مساء الخير لكم جميعا، وسلام خاص أكيد للدكتور أحمد خلو، هو بعث لنا سلامات كمان. مساء الخير الدكتور أحمد. مثل ما قلنا فيكم تنضموا لنا عبر أي كومنت، وموضوعنا هو داء النقرس. دكتور بعد التشخيص وصلنا لمرحلة العلاج، ويا ترى العلاج شو هو؟ العلاج طبعا العلاج سهل. العلاج طبعا بالنوبة الحادة اللي عم تجينا يعني في 3 خطوط رئيسية. نبلش بالمسكنات، مضادات التهاب غير استيروئيدية، ونعطي خافضات حمض البول بالدم، طبعا بالإضافة إلى حمية غذائية معينة تكون يعني خالية من اللحوم، خاصة اللحم الأحمر، الامتناع عن التدخين، الامتناع عن المشروبات الكحولية، وكثرة شرب السوائل. تماما. هذا كمان تخفف الحالة. اتباع نظام مثلا رياضة، مثلا هاي الرياضة هي طبعا الإصابة يوم اللي تكون مرحلة حادة المريض ما يقدر يعمل رياضة أساسا، ما راح يقدر يعمل رياضة. بس انه يعني كعلاج نبلش فيه كمسكنات، مثلا نعطي الاندوميثاسين، نعطي النابروكسين، نعطي بالنسبه لخافضات حمض البول نعطي الالوبرينول، نعطي البروبنسيد، نعطي الكولشيسين.
أحيانا نضطر من تخفيف الحالة أكثر نعطي يعني فترة قصيرة من جرعة قصيرة من الكورتيزون عشان تخفيف الحالة الالتهابية. طبعا إضافة الشغلات الحمية اللي قلناها، الحمية الغذائية والسوائل والامتناع عن هالتدخين أكيد. في بعض الأكلات يعني مثلا حمض البول يرتفع وين؟ عند في بعض أنواع الأكل، يعني مثلا بعض أنواع الأكل تحوي على حمض البيورين. أيوة. هذا يرفع حمض البول بالدم، مثلا الأسماك. أيوة. حمض اللحم الأحمر. نعم. أي الكحول. هذول يرفع حمض البول بالدم. دكتور اللحوم الواحد يمتنع عنه قدر الإمكان. مثل اللحوم المعلبة مثلا. لا، نوعية اللحوم. نوعية اللحوم. هلا مثلا صدر دجاج وهالشغلات هاي عادية. تمام. بس اللحم الأحمر سواء تبع غنم أو تبع البقر. نعم. بعض أنواع الأسماك، المشروبات الكحولية، التدخين، هذول شوي يرفعوا تماما. دكتور، بنختم دائما لقائنا للمستمعين ونوجه هيك دائما رسالة وتوصيات وإرشادات للمستمعين عبر منبر بوير، باعتبار برنامجنا هو توعوي وطبي. نصائح وإرشادات للمستمعين، شو بتنصحهم؟ هلا إرشادات ونصائح اللي يخص هالمرض هذا بشكل عام، يعني الواحد يتجنبه بالشغلات الأساسية اللي قلناها، إنه اتباع حمية معينة. هل يعني نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والألياف مثلا، بالغني بالخضروات والفواكه. يعني تجنب اللحوم الحمراء قدر الإمكان. أيوة. أو تخفيفها. الامتناع عن الكحول والمشروبات الكحولية. الامتناع عن التدخين. رياضة. الإكثار من شرب السوائل، هذا كثير ضروري. مهم. الإكثار من شرب السوائل. تماما. يعني بشكل عام يعني. تماما. بنهاية اللقاء شكرا لكم دكتور محمد علي حسين. شكرا لك ولمستمعينك يا هلا. شكرا لكم. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا ومتابعينا. كنا مسرورين بحضور الدكتور محمد علي حسين، اختصاصي بجراحة العظام والمفاصل، وشكر خاص لزملائي بالكنترول شيرين ومروان. كنت أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة. صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الآليات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو، بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستف 433 226.